النهارده هنبتدي أول فصول Eternal Force. بنبتدي بشخص محترم جدا ببدلة قاعد جوه عربيته اللي بسواق عربية ليموزين كبيرة فارهة، وبيقول لنفسه إن الموضوع بقى غريب جدا، محدش بقى بياخد أمور الموريوم بجدية. وجود ناس ما بيننا عندهم قوات وقدرات خارقة دي حاجة مش مريحة بالمرة. فبيزعق فيه الراجل المحترم أبو بدلة وبيقول له إن لازم علينا نتعب قوي بسبب المواضيع دي، بسبب الناس اللي عندهم قدرات خارقة وبسبب الموريا نفسها. وبيجاوبه وبيقول له ان انا شايفك مش فرحان يا رئيسي بالترقيه اللي انت خدتها. فبنعرف ان الرئيس ده هو رئيس شركه ما واخد ترقيه، ولكنه مش سعيد بالترقيه دي. وسبب ان هو مش سعيد وسبب خوفه ده ان الرئيس اللي قبله مات بسبب الترقيه، بسبب مكانه، وهو كان شغال شغلانه عاديه جدا وكان مبسوط وخايف انه يموت قبل حتى ما يقبض اول راتب ليه. وبيتساءل عن شخص وبيقول اي وغد ده في الثانويه ولكنه عضو من اعضاء الموريا. رد عليه السواق بيقول له هو انت قصدك على الشخص اللي احنا رايحين نقابله؟ بيرد عليه رئيسه بيقول له انا قصدي على الشخص ده. هو مش الشباب المفروض اللي هم في الثانويه يهتموا بالدراسه بدل ما يهتموا باشياء اخرى؟ لشاب واقف اعلى سطوح مدرسه وهو بره السور وبيفكر في الانتحار، باين على وشه كتير من الندم والخوف والرعب وكمان الاحباط. بمجرد شويه هوا خفيف يحركوا له رجله بيبتدي الرعب نفسه. بيسمع سؤال جاي من بعيد بيقول له هو انت فعلا هتنط؟ بيبص جنبه بيلاقي ولد تاني ما كانش حاسس بيه خالص، ولكن بيلاقيه جوه السور مش بره السور. بيسأل نفسه هو امتى الشخص ده جه جنبي؟ ولكن بيرجع يقول مش مهم، هو خلاص مقرر انه هو هينتحر. مش بس كده، ده كمان كتب وصيته، يعني عاقد العزم على الانتحار. ولكن بيقول له الشخص ده انه احسن لك ما تنطش، احسن لك ما تنتحرش. وبيلاقيه جنبه جدا لازق فيه وبيسأل نفسه هو امتى قرب منه للدرجه دي؟ شخص بيمتاز بالسرعه الفائقه وحضور خفيف. بيبص على البادج اللي على صدره بيلاقيه طالب في السنه الثانيه. فبيقول له الطالب ده ان بيتقال ان شريط حياه البني ادم بيعدي قدام عينيه قبل الموت بلحظات، لان اكتر حاجه بيندم عليها المنتحر هي قرار التخلي عن حياته. ولكن بيزعق فيه وبيقول له ان مش من حقك تتكلم عن حاجه انت ما تعرفهاش. هو انا باين عليا ان انا فعلا عايز انتحر؟ انا عانيت كتير جدا في حياتي، انت ما تعرفش عن حياتي اي حاجه. الوغد كيم كل مره بيحطني في دماغه، كل مره بيتنمر عليا، وفعلا بيوري له اثار الضربات واثار الكدمات. كل الكدمات والضربات دي علشان ما قدرش ينجز مهمته اللي هو اداها له. كله مش بس بيضربوني، دول كمان بياخدوا مصروفي وكمان بيتنمروا عليا ويبصقوا على وجهي. وبيقول له ازود لك كمان كل الطلبه عارفين انه في متنمرين في المدرسه وعارفين ان كيمو المتنمر، ولكنهم كلهم مش فارق معاهم. راح للمعلمين، راح لكل الناس علشان يشوفوا له حل، وكان ردهم عليه ان اتصالح معاه ومشي امورك. وده بالنسبه له انا عمري ما هتصالح معاه، انا اهون عليا الموت على اني اتصالح معاه. عالم فاسد، العالم فاسد جدا، وبما ان العالم فاسد بالطريقه دي يبقى لازم عليا اني اسيبه. قال له خلاص طالما انت عايز كده، وزقه من فوق المدرسه. وما صدقش نفسه انه اتزق من فوق المدرسه وبيبص وعينيه مليانه دموع. صدمه ما كانش حد متوقعها، ولا هو نفسه اللي كان عايز ينتحر. باصص عليه من فوق وهو مش مهتم تماما. طالما انت عايز تموت خليني بقى اخليك تجرب الموت عامل ازاي. بيتساءل هو ايه اللي بيحصل؟ هو فعلا الشخص ده زقني من فوق؟ فعلا انا خلاص على وشك اني اموت؟ وصدق فعلا شريط حياته كان بيعدي قدام عينيه، كل ذكرياته، امه، ابوه، طفولته، أصدقائه، لعب الكورة، المدرسة، حتى الوغد اللي كان بيضربه عدت ذكرياته عليه. ولكن بيفتح عينيه فجأة بيلاقي نفسه لسه عايش. مش بس كده، ده موجود في مستشفى. بيسأل نفسه هو أنا هنا ليه؟ هو إيه اللي بيحصل؟ هو ده كان كله حلم؟ هل الشخص ده كان مجرد شبح؟ هو إيه اللي بيحصل؟ وبيلاقي المتنمر عليه وبيقول له كانج هاجي، أنا عرفت إن أنا هلاقيك هنا. وفعلا أول ما بيشوفه بيضربه، بيطلب منه وبيترجاه انه يستنى. قال له انا على فكره انا بصيت عليها، وصيتك مؤثره جدا، دموعي كانت هتنزل. انت شتمتني، كتبت عني اني لعين. بس نفسه بيقول هو ايه ده؟ هو ده ما كانش حلم؟ هو انت مش سبت الحصه عشان تروح تنتحر؟ ليه بقى كنت نايم في العياده؟ كان المفروض تكون قاتل نفسك دلوقتي. وفعلا برضه بيسال نفسه هو متناسي كل اللي بيحصل، يبقى كل ده ما كانش حلم، كل دي كانت حقيقه. فبمعنى ده ان اللي حصل في السطح كان برضه حقيقه مش حلم. على العموم مش مهم اذا كان حلم اذا كان حقيقه، بس الشعور وقتها كان حقيقي. يقول له انت خلاص ما بقتش حتى انك تقدر تقتل نفسك، ايه رايك اساعدك؟ يقول لنفسه ان هو ندم وقتها لما كان هينتحر وما سددش لكمه واحده حتى ليه. وفعلا بياخد هو لكمه لانه مش قادر يحرك جسمه، مش قادر يسيطر على جسمه، وياخد القوه والشجاعه انه يسدد له اول لكمه، ولسه هيسدد له تاني لكمه.
بيقول لنفسه اتحرك، بيكلم نفسه داخليا، عايز نفسه يتحرك، عايز يقدر يكون عنده الجرأة انه يسدد اللكمة، وبيستجمع شجاعته وبيستجمع قواه، وفعلا بيسدد اول لكمة. ولكن اللكمة بتخطئ، وبيبدأوا فعلا بالتنمر عليه وبيقولوا بصوا المتخلف ده عايز يرد، بقى عنده شوية جرأة، احسن لك تبطل مقاومة. بيسدد له ضربة كمان قوية جدا. اعرف مقامك ايها الفاشل، بيقول له تعالى لي، وهو مستعد انه يرد اخيرا. بيقول له من النهارده مش هبقى انا الوحيد اللي بياخد الضربات. وبيسأل نفسه المتنمر هو ماله النهارده البني ادم ده. ماشي، خليني بقى ايه ابدا معاك حصة الضرب النهارده. لو كنت هموت فانا هموت وانا بقاوم، هموت وانا برد الضرب عن نفسي، مش هسيب نفسي اتضرب. جعتك فوقت كل توقعاتي. بيلاقي نفس الشخص اللي كان معاه فوق السور، الشبح. ان مفيش سبب يخليني اقلق عليك، ده ما كانش حلم. طالب سنة تانية جا منين؟ ايه رأيك يا سيمباي انك تسيب الاطفال يلعبوا مع بعض وتمشي؟ لو كنت عايز تلعب معانا قوي، ايه رأيك انادي على جينهو سيمباي؟ عارفه صح؟ مجنون سنة تانية. ايدك كده ثبت وقفتك، شد ظهرك، ممتاز كده احنا خلصنا. يلا سدد اول لكمة. اهدى، تقدر تخلص على واحد زيه بلكمة واحدة بس. هو انت بتقول يا متخلف انت؟ وبيبتدي بالهجوم، وفعلا بيسدد لكمة واحدة قوية جدا، ولكن بمساعدة طالب السنة التانية. واللكمة تطلع قوية زيادة عن اللزوم، لدرجة انها بتوقع المتنمر صاحب الجسد القوي على الارض، بتطيره. بيتخض جدا هاجي وبيترعب من اللي حصل، لدرجة ان انهو بيغمى عليه، وبيسأل نفسه هو ايه اللي حصل. وبعدين بيلتفتوا عليه بقية المتنمرين، بيقول لهم انا ما عملتش حاجه. بيقولوا له انت خلاص في اعداد الموت. بيتصدم كانج هاجي من اللي حصل، وبيبدا يسدد لكمتين ليهم هم كمان، ويطيرهم يوقعهم على الارض. بيترعب من نفسه، من قوته اللي ما كانش متعود عليها. كل اللي في دماغه هو انا ازاي قدرت اعمل كده. يقول له طالب السنه التانية انت فعلا قوي زي ما انا كنت عارف، انت قدرت توقعهم كلهم بضربه واحده. دلوقتي ما حدش هيقدر يتنمر عليك بالقوة اللي عندك بمهاراتك دي. ولسه كان هاجي مش فاهم اي حاجة. قال له انت اللي زقتني وانا على السطح، وبعدين خدتني للعيادة، وانت اللي تسببت كل اللي حصل للناس دي، مش انا. انت اللي هزمت الناس دي. فاكرني غبي وبيهجم عليه بنفس اللكمة. انت ايه، شبح فضائي روحاني؟ انت عبارة عن ايه؟ ده مهم دلوقتي؟ مش المهم ان انا ساعدتك؟ بيقول له ساعدتني في ايه؟ انت خليت الامور اسوأ بكتير. الناس دي بعد ما يرجعوا لعيهم هيمسكوني ويضربوني تاني. بعد كده اضرب بدل الضربه 100 ضرب. انت حتى حاولت انك تمد ايدك عليا، اللي انت فاكرني شبح او روحاني. انت خايف من شويه حساله زي دول؟ هو انت بتستخف بيا اكتر منهم؟ عايزني اعمل ايه؟ هو انت عايزني اصحيهم واعتذر منهم؟ بيقعد على ركبته وبيقول له شكرا انك انقذتني. بيبدا في العياط والصريخ بشكل هستيري. الحقيقه انك لو فضائي شبح روحاني كل ده مش فارق معايا، انا بس مش مصدق ان في حد ساعدني للدرجه دي. مش هنسى جميلك ده طول ما انا عايش. مزاجك اللي بيتقلب ده بيخوف جدا. انك انقذت حياتي مره، لازم تتحمل المسؤوليه. علمني ازاي اقدر ابقى قوي. انت فاهم ايه الطلب اللي انت طلبته ده؟ طالب السنه التانية لشيون. عرفت ازاي؟ بالنسبه لي طلباتك اوامر، فضلك خليني قوي. بنرجع تاني للعربيه للرئيس والسواق. فوكك في محلها. فعلا كانوا رايحين يقابلوا لي شيون. حد ترجاني كده برضو زمان. عارف حصل له ايه؟ يأس، خيبة امل، كمان عدو لازم ان انا اهزمه. بيسيبه وبيمشي. وبكده بتكون خلص اول فصل من Eternal Force. لو عجبتكم الحلقه قولوا لي في الكومنتس عجبتكم ولا لا. ولو عايزيني اعمل اي تلخيص لمنهوات تانية قولوا لي، ممكن نكمل Eternal Force لاخر فصل. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. سلام.